دلوقتي احنا معانا الثلاث مسابقين دول، هنسالهم اسئله واول واحد يوصل لثلاثه هيكسب معانا الجائزه بتاعتنا. ممكن تعرفونا بنفسكم؟ انا عبد الرحمن محمد شوقي. يوسف محمد. انا علي رفاعي. طب يا رجاله مين فيكم هيكسب بقى؟ حد عايز يدي اي تصريحات قبل ما نبدا؟ علي طبعا. عبد الرحمن. عبد الرحمن هو اللي يكسب؟ هو اللي هيكسب طبعا. طب بدل ما تقول انت تكسب وبتاع. يعني انا كواحد متواضع شايف ان مفيش حد يستحقها غيري الصراحه يعني. كده تواضع يا جماعه. أهم حاجة الثقة السمات بالنفس. اهم حاجه التواضع. طب يلا نبدا؟ اتفضل. اوكي. السؤال الاول يعني اول سؤال، ايه السوره الوحيده في القران اللي ما فيهاش حرف ميم؟ في الايات بتاعتها ما فيش حرف الميم. سورة الكوثر. اجابه صحيحه. انت عارف الاجابه دي منين؟ اجابه صحيحه ما شاء الله. الله عليك فعلا. كده السكور 1-0. نخش على السؤال الثاني. كم عدد ابواب الجنه؟ 8. الراجل ده مش مدي فرصه لاي حد. ما شاء الله اجابه صحيحه. كنت هقولها بس هو للاسف المايك معاه. اجابه صحيحه. كده 2-0. انا قلت اديله فرصه برضه هو لسه. طب بص، بما ان الراجل ده المرشح الاول للبطوله، ممكن تديله المايك عشان خليه ماشي. عشان كده بقى لو انت عايز تجاوب ترفع ايدك. ايه المدينه اللي مات فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ المدينه. اجابه صحيحه. كده 1-2-0. القران الكريم فيه كام حزب؟ اوكي يلا. 60. اجابه صحيحه. ومعانا الفايز عبد الرحمن. فعلا زي التوقعات في البدايه عبد الرحمن هو اللي فاز. 3-1-0. والاجابه الاخيره كانت القران فعلا فيه 60 حزب. دي هدايا كده بسيطه بنقول لك بيها رمضان كريم. وهارد لك يا شباب. بس يعني صراحه شرفتونا يعني في المسابقه ونورتونا. حبيبي شرفني والله. ومبروك عبد الرحمن مره ثانيه. وصراحه بارك الله فيك يعني عندك معلومات كويسه. انا متاكد اصلا لو كنت عليت الليفل كمان كنت هتجاوب. عايز تعلي؟ انا فاضي شوية.